أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذا يعد المعهد الوطني للتربية البدنية بجامعة الجزائر 3 مؤسسة أكاديمية متخصصة تهدف إلى تكوين وتأهيل الكفاءات في مجال التربية البدنية، التدريب الرياضي والتسيير الرياضي بما يتماشى والتحديات الراهنة. ولمواجهة التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الرياضة، يسعى المعهد إلى تبني استراتيجية واضحة المعالم ترتكز على تحديث المناهج، تطوير البحث العلمي، تحسين التأطير البيداغوجي، وإدماج الوسائل التكنولوجية في التكوين مع الانفتاح على المحيط المهني الاجتماعي والاقتصادي. للحديث عن هذا المعهد وعن الاستراتيجية المسطرة وعن الآفاق المنتظرة، أسعد مشاهدينا الكرام باستضافة السيد فتحي يوسفي مدير المعهد الوطني للتربية البدنية جامعة الجزائر 3. السيد يوسفي، أهلا بكم. أهلا، شكرا على الدعوة وشكرا على المرافقة الدائمة لجامعة الجزائر 3 وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وشكرا على قبول دعوة البرنامج دائما. سيد يوسفي، قبل نفصل في الاستراتيجية المسطرة من قبل المعهد في مواكبة مختلف التحديات الراهنة فيما يتعلق بالتربية البدنية والرياضة عموما، أتوقف عند عدد الطلبة الذين التحقوا بهذا المعهد والذين اختاروا هذا المعهد لمواصلة مشوارهم الدراسي على المستوى الجامعي برسم السنة الجامعية 2025-2026. أكيد، فيما يخص الطلبة الذين التحقوا هذه السنة، هناك تخصصات جديدة. نبدأ بشهادات مزدوجة. عندنا حوالي 120 طالب سوف يعملون التكوين في التدريب الرياضي التنافسي وكذلك الإعلام. هناك كذلك طلبات علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية حوالي 623 طالب. وكذلك تخصص جديد وهو التربية النفس حركية. نعمل على تكوين مختصين وإطارات في التلاميذ ما قبل المدرسي، الطفولة المبكرة. وكذلك هناك مسار تكوين مدمج الخاص بجامعة الجزائر 3 نعمل من خلاله بناء على تعليمات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هو مرافقة المدرسة العليا للأساتذة بوزرعة، وهو تكوين حوالي 200 طالب في الطور الثانوي والطور المتوسط. طيب، إلى أي مدى هناك اليوم إقبال الطلبة على هذا النوع من التخصصات، وما هي ربما تقييمكم لإقبال الطلبة مقارنة بالسنوات الماضية على هذه التخصصات الجديدة خاصة؟ أكيد، فيما يخص تخصص التربية البدنية والرياضية هو مطلوب من زمن بعيد، خاصة للرياضيين النخبة الذين يمارسون نشاطاتهم في مختلف الرابطات والاتحاديات المحلية. ومن خلال هذا التخصص نعطي إمكانية لهؤلاء الرياضيين مواصلة مسارهم التكويني والأكاديمي لمزاولة المهن الرياضية في مختلف القطاعات الموجودة. التربية البدنية والرياضية في الآونة الأخيرة أعطت أهمية كبيرة، خاصة من خلال تعليمات السيد رئيس الجمهورية، وهو إعادة إمجاد الرياضة الجامعية والرياضة المدرسية في المؤسسات، خاصة في المؤسسات التربوية، من خلال توظيف 12,000 أستاذ في التربية البدنية والرياضية. وهذا ما أعطى نوع من الأهمية أكثر ل حاصلي شهادة البكالوريا، وهو اختيار هذا التخصص. ونحن نعمل من خلال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومن خلال توصيات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو إعادة الأهمية لهذا التخصص ومرافقة وتقدير الجيد لهؤلاء الأساتذة الذين سوف يعملون على التكوين في مختلف المراحل في قطاع التربية، سواء كان الابتدائيات أو المتوسط أو الثانوي. ذكرت نقطة مهمة، هي السياسة المنتهجة اليوم والمرافقة الدائمة اليوم للسلطات العليا، والاهتمام الكبير اليوم بالرياضة المدرسية والرياضة عموما. إلى أي مدى هناك مرافقة أو ترافقون من خلال المعهد ومن خلال مختلف الإصلاحات التي تدخلونها ومن خلال مختلف هذه التخصصات، هناك مرافقة للسياسة العامة التي تنتهجها الجزائر اليوم على مستوى سواء المؤسسات التربوية أو على مستوى المؤسسات الجامعية فيما يتعلق بالرياضة خصوصا؟ تعليمات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو فتح المؤسسات الجامعية على مختلف الانشغالات لمختلف القطاعات، وهذا هو الدور الأساسي الآن للجامعة الحديثة، وهو
أنه نذهب إلى حل الإشكاليات الموجودة على مستوى يعني المؤسسات الشريكة أو القطاعات التي توفر نوع من المهن لطلبتنا. وهذا توجه معهد التربية البدنية والرياضية، أنه نعمل على اكتشاف تخصصات جديدة تتناسب وتتوافق مع احتياجات سوق العمل. صحيح. وفي هذا الإطار قمنا باستحداث بعض التخصصات الجديدة التي تتوائم مع مجموعة من القطاعات، وقمنا بتكوين عروض تكوين جديدة، وسنعمل على تكوين هؤلاء الطلبة لمرافقة مختلف القطاعات لحل انشغالاتهم في ميدان الرياضي. ولا يكون البحث عن مختلف هذه التخصصات الجديدة التي تتماشى والسياسة العامة المطبقة اليوم والمنتهجة اليوم يكون من خلال التنسيق مع مختلف القطاعات الأخرى حتى يتم تحديد مختلف هذه التخصصات بصفة دقيقة والتي تكون مطلوبة على الساحة العملية. أكيد يعني فيما يخص فتح يعني الجامعة أو المعهد بالخصوص على شركاء الاجتماعيين، سواء كانوا الاتحاديات التابعة لوزارة الرياضة أو المؤسسات التربوية، نعمل من خلال يعني الندوات العلمية والأيام الدراسية وحتى يعني لتشكيل عروض تكوين جديدة، وهو يعني مراسلة هؤلاء القطاعات والبحث على يعني الكفاءات أو الملامح التي يحتاجونها من خلال يعني مخرجات التكوين. من خلال يعني هذه المخرجات سوف نعمل على تشكيل أو تكوين إطارات تعمل مباشرة لحل الإشكاليات الموجودة على مختلف القطاعات. على مستوى معهد التربية البدنية والرياضية هذه السنة قمنا ب يعني تكوين عرض جديد خاص ب يعني الطلبة أو التلاميذ الذين هم في ما قبل المدرسي، وكذلك قمنا بالتحضيري، وكذلك قمنا بتخصص جديد وهو الإعلام الرياضي لحل إشكالية يعني الإطارات الذين يمارسون سواء كانوا في ميدان التدريب الرياضي وكيفية تعاملهم مع الإعلاميين أو الإعلام المتخصص وكيفية تعامله مع المدربين في خلال النوادي الرياضية. كذلك قمنا بتخصصات جديدة أخرى وهو يعني فتح كفاءات جديدة للطالب من خلال إعطائه يعني إمكانية التسجيل في عدة تخصصات، وبذلك التنويع له الكفاءات وفتح له يعني باب للولوج إلى مهن جديدة خلال يعني تخرجه. طيب هذا مهم جدا ولابد أن تكون هناك مرافقة من خلال نوعية التكوين المقدم. نتحدث عن نوعية التكوين المقدم اليوم على مستوى المعهد. استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهو تجديد وتحيين برامج التكوين في كل سنة. هذه السنة 2025-2026 قمنا بمرافقة يعني الطلبة من خلال تحيين جميع البرامج التكوين في مختلف التخصصات وإدراج المواد التي توصي بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مثل الذكاء الاصطناعي، مثل البرمجيات، مثل المقاولاتية، وهو من خلاله نعطي كفاءات جديدة تتناسب مع المهن الجديدة المتوفرة في سوق العمل، وعدم الاكتفاء ب يعني المهن التقليدية التي توفرها يعني الدولة، وجعل الطالب هو الذي يبحث عن المهن الجديدة وهو الذي يعمل على إنشاء مؤسسته الخاصة يعني توظيف زملائه من مختلف التخصص الأخرى. احنا على مستوى يعني معهد التربية البدنية والرياضية قمنا بشراكة مع جميع الجامعات التي يمكن أن تساعد طالب معهد التربية البدنية والرياضية لاكتشاف مهن جديدة سواء كان في العلوم الطبية أو التكنولوجيا أو العلوم التقنية. طيب إلى أي مدى هناك توازن اليوم من خلال نوعية التكوين المقدم على مستوى المعهد؟ إلى أي مدى تراعون إحداث توازن بين الجانب النظري والجانب التطبيقي الذي يعد جد مهم في مثل هكذا تخصصات؟ أكيد يعني من خلال يعني الاستراتيجية الحديثة للمعهد التربية البدنية والرياضية واستقطاب الرياضيين الذين لهم يعني مستوى عالي في الممارسة الرياضية طيلة سنوات يعني ممارستهم في مختلف النوادي التابعة لوزارة الرياضة، ونعمل من خلال يعني المكتسبات التي سوف نقوم بها بالجانب النظري وربطها مع العمل التطبيقي خلال يعني عملية التكوين في مرحلة الليسانس أو الماستر. هذه السنة قمنا كذلك بتحديث يعني طور الماستر وإدراج تخصصات لأكثر التعمق من خلالها للطالب. سوف تكون يعني مرحلة الليسانس كقاعدة لمزج ما بين الجانب النظري والجانب التطبيقي في بعض التخصصات.
ثم الذهاب إلى التعمق أكثر في الجانب التطبيقي، وهذا ما من خلاله نعطي يعني الطالب أنه راح يقوم ب 70% من المواد سوف تكون تطبيقية تتماشى مع نوعية التخصص الذي يعتمد على الأعمال التطبيقية في الميدان. طيب، تحدثنا عن جانب التكويني، أهمية التكوين على مستوى المعهد، على مختلف التخصصات الموجودة على مستوى المعهد، وكيف يعمل هذا المعهد في تقديم هذا الفكر التكويني فيما يتعلق بالتربية البدنية. لو نحدث إسقاط على الواقع، اليوم هناك تحديات الموسم الرياضي الجديد مقارنة مع الموسم الفارط، كيف اليوم تستطيعون مواكبة هذه التحديات فيما يتعلق بالموسم الرياضي الجديد الذي يحتاج إلى إطارات وكفاءات يقدمها المعهد اليوم؟ أكيد، يعني معهد التربية البدنية والرياضية هو معهد من المعاهد الكثيرة المتواجدة على المستوى الوطني، وهو 23 معهد. نعمل من خلال يعني التكوين أساتذة والطلبة وإدراجهم ضمن يعني المشاركة في مختلف المنافسات الرياضية التي تقوم بها الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية أو المديرية الحياة الطلابية. طيب السيد يوسي، ما هي أهم الميكانيزمات وما هي أهم الآليات المعتمدة اليوم لتطوير مختلف المعارف الرياضية، مختلف المفاهيم الرياضية، مختلف الممارسات الرياضية داخل الوسط الجامعي؟ أهم الميكانيزمات والآليات التي تعتمدونها اليوم في الواقع من أجل تطوير والمفاهيم والمعارف الرياضية على المستوى الجامعي. الجامعة يعني مفتوحة على جميع يعني الاتحاديات الموجودة، ونعمل من خلال يعني التكوين المستمر، وهو تحديث يعني المناهج ويعني البرامج التكوينية بما تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وهذا من خلال اقتراحات يعني الأساتذة الذين نشكرهم أو المخابر الموجودة على مستوى يعني المعهد، أو حتى يعني طلبة الدكتوراه من خلال أبحاثهم يعني يكتشفون إشكاليات موجودة على مستوى مختلف القطاعات، ومن خلال هذه الأبحاث نعمل على يعني إدراج يعني عروض تكوين جديدة تساعد يعني القطاعات التي هي شريكة للجامعة من خلال يعني اكتشاف يعني بعض العروض الجديدة وتطبيقها ميدانيا، وبذلك نعمل على يعني تكون الجامعة يعني هي قابلة لتقديم حلول ميدانية وتطبيقية لمختلف الشركاء الاجتماعيين. طيب، لديكم العديد من الشركاء في مجالكم السيد يوسفي، من بين هؤلاء الشركاء نتحدث عن الجمعيات الرياضية الجامعية التي لها دور كبير في رفع مستوى المنافسة الرياضية. أي دور تلعبه اليوم مختلف الجمعيات الرياضية الجامعية في تسهيل عملكم بالتنسيق معكم ومع مختلف الشركاء الآخرين؟ يعني استراتيجية السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وهو بعث الرياضة الجامعية، ومن خلال يعني الرزنامة التي قمنا بها خلال السنوات الأخيرة، هذه السنة ذهبنا إلى تشكيل جمعيات الرياضية تنشط داخل المؤسسات الجامعية من خلال عملية تكوين الرياضيين منذ الصغر والانخراط بهم على مستوى الرابطات المحلية والاتحاديات المحلية التابعة لوزارة الرياضة، وكذلك المشاركة في مختلف التظاهرات الرياضية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تنشطها سواء كانت الاتحادية الرياضية للرياضة الجامعية والتي هي تتكفل برياضة النخبة، أو مديرية الحياة الطلابية التي تتكفل بتوسيع الممارسة الرياضية بمفهومها النفعي أو الترويحي. على مستوى معهد التربية البدنية والرياضية، هذه السنة قمنا بتشكيل أكاديمية الرياضية وهي الأولى من نوعها على المستوى الوطني، نعمل من خلالها على خلق فروع متعددة في مختلف يعني التخصصات التي ترغب يعني النوادي الرياضية الانخراط فيها. قمنا هذه السنة على كمثال فقط على مستوى معهد التربية البدنية والرياضية قمنا بتشكيل فرع جديد وهو فرع خاص بالرياضات القتالية، فرع فيما يخص ألعاب القوى، وفرع فيما يخص الرياضات الجامعية كرة الطائرة وكرة اليد وكذلك السباحة. وسنعمل من خلال هذه الأكاديمية وهو التكفل بجميع أبناء العمال والأساتذة الذين يمكنهم النجاح مستقبلا وولوج عالم الاحتراف في مختلف النوادي التابعة لولاية الجزائر، وكذلك فتح باب الجامعة الجزائر 3 على يعني المحيط الخارجي لاستقطاب مجمل يعني الأطفال الذين يمكنهم ممارسة الرياضة في صيغتها التنافسية والعمل على تكوينهم مستقبلا، وبذلك تكون الجامعة
قد قدمت يعني للحركة الرياضية بصفة عامة مخزون من الرياضيين تساعدها على التطور والحصول على يعني الميداليات في المستوى العالي. وممارسة مختلف هذه الرياضات يتطلب أيضا هياكل ومرافق رياضية جماعية. ما مدى أهمية اليوم استحداث هياكل ومرافق جماعية جديدة تستجيب للرهانات القادمة؟ يعني من بين توصيات يعني اللجنة الوطنية لترقية وتطوير الرياضة الجامعية وهو يعني إعطاء أهمية للمرافق الموجودة على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية أو الإقامات الجامعية. لا يخفى على الجميع أن السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الأخيرة قام بإنشاء العديد من المرافق الرياضية سواء كانت جديدة أو إعادة هيكلة وتحديث المرافق القديمة. الآن على المؤسسات الجامعية أو الخدمات الجامعية وهو تثمين هذه المجهودات من خلال فتحها للرياضيين سواء كانوا الطلبة رياضيين أو المحيط الخارجي. السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعطى أمر السنة الماضية وهو فتح هذه المرافق كل يوم جمعة يعني مساء للأسرة الجامعية للممارسة الرياضية سواء كانت الترويحية النفعية وحتى التنافسية من خلال يعني التدريبات اليومية. قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعطي يعني أهمية كبيرة لإنشاء مرافق رياضية سواء يعني الممارسة الرياضية داخل المؤسسة الجامعية أو كذلك مرافقة ومساعدة النوادي المحلية الموجودة على محيط الجامعة لتطوير الرياضة بصفة عامة، وبذلك تكون الجامعة لها دور كبير في ترقية وتطوير الرياضة الجامعية بمفهومها التنافسي. إلى أي مدى اليوم من المهم أيضا التكيف مع مختلف التكنولوجيات الحديثة التي أصبحت اليوم نراهن عليها بشكل كبير في العديد من القطاعات؟ في مجالكم ما مدى أهمية التكنولوجيات الحديثة مثل التعلم عن بعد وأيضا التحليل الرقمي للأداء الرياضي الذي يحتاج أيضا بعض التكنولوجيات الرقمية أيضا؟ ما مدى أهمية اليوم تكييف المعهد مع مختلف هذه التكنولوجيات الحديثة؟ أكيد يعني على مستوى قطاع التعليم العالي سواء جميع التخصصات وبما في ذلك معهد التربية البدنية أو تخصص التربية البدنية والرياضية وهو يعني فتح تخصصات جديدة تتناسب مع التكنولوجيات الحديثة. هذه السنة هناك يعني تخصص جديد يعني تم فتحه وهو تحليل الأداء الرياضي ب يعني التكنولوجيات الحديثة، وسوف نعمل على تعميمه على يعني مختلف المعاهد على المستوى الوطني، وبذلك نعمل على يعني تقديم كفاءات جديدة للطالب لممارسة التحليل الرياضي وتقديم المعلومات لمختلف المدربين أو المحضرين البدنيين للقيام بتحضيراتهم البدنية على مستوى النوادي الرياضية. كذلك وهو يعني من خلال تعليمات السيد وزير التعليم العالي وهو تفعيل المخابر الموجودة على مستوى مختلف المؤسسات الجامعة من خلال إنشاء فضاءات مشتركة يعني تجمع كل الوسائل التكنولوجية الموجودة داخل تلك المخابر في فضاء مشترك تساعد يعني النوادي الرياضية وحتى أبحاث الطلبة للقيام بأعمالهم، وبذلك نعمل على ترشيد النفقات ويعني تثمين المجهودات التي تقوم بها وزارة التعليم العالي خاصة في الميدان الرياضي الذي يستلزم وسائل يعني للقياس أو الممارسة يعني الرياضية يعني وسائل حديثة وسائل متطورة، وبذلك نقوم بمساعدة جميع الأساتذة أو الطلبة أو حتى الحركة الرياضية للقيام ب يعني تطوير قدراتهم سواء في الميدان التدريب الرياضي أو حتى في المنافسات ذات الطابع الدولي. تحدثت منذ قليل السيد يوسفي عن الهياكل الرياضية والمرافق الرياضية التي لابد أن تكون موجودة على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية، ومنذ قليل ونحن نتحدث عن التخصصات الموجودة على مستوى المعهد تحدثت عن تخصص جد مهم وهو تسيير مختلف الهياكل الرياضية. إلى أي مدى كنا بحاجة إلى مثل هكذا تخصصات خاصة بالنظر إلى مختلف المنشآت الرياضية التي أصبحت تجسد اليوم، الملاعب التي جسدت اليوم من طرف الدولة تحتاج اليوم إلى إطارات وكفاءات تملك كل هذه التقنيات الحديثة وهذه الكفاءة لتسيير هذه الهياكل وضمان ديمومتها مع الوقت. أكيد هذا إشكالية يعني كانت مطروحة سابقا وهي تتجدد في كل سنة،
وهو يعني الإطار الكفء الذي يعمل على تسيير هذه المنشآت التي توفرها الدولة الجزائرية، خاصة المرافق ذات المستوى العالي. احنا على مستوى معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر 3، وهو قطاع التعليم العالي، نعمل على يعني إنشاء أو يعني تكوين إطارات مختصين في تسيير يعني الموارد البشرية الموجودة على تلك المركبات، أو حتى التسيير يعني تلك المؤسسات أو تلك المنشآت الرياضية. من خلال يعني البرنامج المحدث هذه السنة قمنا ب يعني استحداث مواد جديدة تعمل على التكنولوجيا الحديثة فيما يخص تسيير تلك المنشآت الرياضية. وهذا البرنامج هو برنامج موحد، يعني كل المؤسسات الجامعية التي تحتوي على يعني تخصص علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، وهي 23 مؤسسة على المستوى الوطني، تعمل على إنشاء كفاءات مختصة في هذه يعني في تسيير هذه المنشآت الضخمة، وما على مختلف القطاعات التي تتوفر على هؤلاء وعلى هذه المنشآت الرياضية هي التقرب إلى الجامعة، ويعني الاستثمار في هذه المورد البشري الذي من خلاله يمكن مساعدتهم على يعني صيانة هذه المنشآت، وما كما قلت وهو ديمومة يعني هذه المنشآت الرياضية إلى سنوات. يعني نعطي مثال للمؤسسة الرياضية التي يمكن أن نقوم بصيانتها كل سنتين من خلال يعني البرامج المستحدثة الحديثة، من خلال التكنولوجيات الحديثة يمكن يعني رفع من مستوى يعني صيانتها إلى 4-5 سنوات. وهذا هو الإشكال الذي يطرح في كل سنة. نجد أن بعض الملاعب الرياضية في كل سنة أو في كل 3 أشهر تحتاج إلى صيانة، وهذا صحيح. مشكل كبير. يجب يعني على القطاعات التي لها تلك المنشآت تقرب من الجامعة والعمل على يعني تكوين كفاءات تتماشى مع الإمكانيات الضخمة التي تتوفر عليها، خاصة وأن الكفاءة الجزائرية اليوم برهنت نفسها في العديد من القطاعات وفي العديد من المشاريع المهمة على مستوى ربما القطاع الفلاحي، القطاع الزراعي، القطاع التكنولوجي، القطاع الصناعي، القطاع الرياضي أيضا. اليوم الكفاءة الجزائرية مطلوبة بشكل كبير. أكيد يعني الدولة الجزائرية تولي أهمية كثيرة في تثمين تلك الكفاءات. يعني في كل التخصصات هناك كفاءات عالية في التسيير، ولكن توظيفها بالشكل الصحيح يستلزم أن على القطاعات المعنية أنها تبحث على تلك الكفاءات وإعطائها يعني الحرية في التسيير والإمكانيات اللازمة للتسيير، وكذلك تحيين المعارف سواء كانت نظرية أو تطبيقية من خلال الجامعة الجزائرية التي لها برامج مستحدثة سنويا تتماشى مع ما هو مطلوب عالميا. طيب، بما أننا نتحدث اليوم عن الجانب التكنولوجي وعن البحث العلمي، ما مدى اليوم أهمية مساهمة أساتذة وطلبة المعهد في تطوير البحث العلمي في علوم الرياضة بالجزائر بكل جوانبه؟ ما مدى أهمية اليوم أن يتم التفكير الجماعي فيما يتعلق بإيجاد حلول بحثية علمية في المجال الرياضي؟ أكيد يعني الأبحاث النظرية ما نقولش ليست لها قيمة، ولكن يجب تكييفها مع الأبحاث التي تكون لها قيمة مضافة للمؤسسات الموجودة على المستوى الوطني من خلال الاستراتيجية الحديثة لوزارة التعليم العالي وإسقاطها على مختلف التخصصات بما فيها تخصص التربية البدنية والرياضية. هو يعني اتجاه إلى الأعمال التطبيقية أو التربصات الميدانية، وجعل الطالب أو الأستاذ يتماشى أو يتعايش مع الإشكاليات الموجودة على المستوى الواقع والبحث عن الحلول يعني التطبيقية وتقديمها إلى الشركاء الاجتماعيين. هذه السنة قمنا من خلال المخابر الموجودة ومن خلال يعني الأبحاث أو الندوات العلمية، وهو إشراك الشريك الاجتماعي من خلال يعني إدراج ندوات أو أيام دراسية تتماشى مع الإشكاليات المطروحة، وجعل يعني الشريك الاجتماعي هو الحلقة الأساسية يعني العمل مع الطالب الباحث أو الأستاذ الباحث لإيجاد الحلول لإشكالياته والعمل على حل جميع المشكلات يعني طيلة السنة. وهذا هو الدور الأساسي للجامعة، يعني ما نبقاوش على مستوى يعني الأبحاث النظرية وجعل يعني بعض المذكرات في المكتبة، وإنما البحث عن حلول
إذا استلزم الأمر هو إنشاء مؤسسات ناشئة، وهذا ما يطلبه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو تحويل المذكرات التقليدية النظرية إلى مؤسسات ناشئة للطالب، وإشراك زملائه بمختلف التخصصات لحل الإشكاليات، وبذلك يعني يقوم بإيجاد يعني حلول علمية. طيب السيد يوسفي، اليوم هناك مواعيد رياضية قادمة، من بينها انطلاق البطولة الوطنية الجامعية للسنة الجامعية الجديدة التي يراهن عليها القطاع في إيجاد ربما تخصصات جديدة، نتائج جديدة. ما مدى أهمية هذا الموعد الذي يعتبر مقياس حقيقي نقيس من خلاله مختلف المجهودات المبذولة اليوم على مستوى الرياضة الجامعية تحديدا؟ حقيقة يعني الرياضة الجامعية عندها أهمية كبيرة، خاصة من خلال يعني السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو يعطي أهمية كبيرة ووقت كبير لتطوير هذه الرياضة الجامعية، سواء بمفهومها التنافسي الترويحي النفعي أو يعني النخبوي. من خلال يعني لو نذهب إلى التنافسي، وهو إشراك اتحادية جزائرية للرياضة الجامعية التي لها دور كبير، وهي المكلفة بتطوير وترقية الرياضة الجامعية بمفهومها التنافسي والمشاركة في مختلف يعني المنافسات القارية والدولية. كذلك إشراك مديرية الحياة الطلابية التي موجودة على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية، وبذلك يعني توسيع نسبة الممارسة. السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعني أعطى تحدي برفع نسبة الممارسة في كل سنة، كنا من 4% إلى 12%، السنة الماضية 17%، وممكن هذه السنة نوصل إلى أعلى يعني من هذه النسبة 17، ممكن الوصول إلى 20%. 20% هو عدد كبير وضخم مقارنة بعدد الطلبة الموجودين على مستوى المؤسسات الجامعية. طيب السيد يوسفي، اليوم الرياضة تعتبر سلاح يمكن الاعتماد عليه لمحاربة مختلف السلوكات السلبية مثل العنف، التسرب المدرسي، أو تناول المنشطات، أو أشياء أخرى. كيف يساهم اليوم المعهد والجامعة بشكل عام، كيف تساهم اليوم في مواجهة مختلف هذه السلوكيات من خلال مختلف البرامج التي تقدمها؟ يعني دور محاربة مثل هذه السلوكيات هو دور الجميع، من بين يعني هادو يعني الفاعلين داخل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وهي المعاهد المتخصصة الموجودة في بعض المؤسسات الجامعية، وهي 23 معهد مقارنة مع 117 مؤسسة جامعية. وبذلك على الجميع إشراك يعني الممارسة الرياضية للحد من مثل هذه يعني الممارسات السلبية. قطاع التعليم العالي بمفهومه وباستراتيجيته التي يعتمدها في الآونة الأخيرة، وهو الاعتماد على الرياضة بمفهومها الترويحي والنفعي داخل يعني المؤسسات الجامعية أو الإقامات الجامعية. نعمل من خلال يعني الممارسة المستمرة والاستمرارية في الممارسة طيلة السنة الجامعية على الحد من هذه الممارسات. كذلك قمنا بإلزامية إبرام اتفاقيات شراكة ما بين المؤسسات الجامعية داخليا، يعني المؤسسات الجامعية التي لا تتوفر على معاهد متخصصة يمكنها استغلال المرافق الموجودة للمؤسسات الجامعية الأخرى، وكذلك على الإطارات المتوفرة. مثال لو نتكلم على جامعة يعني المدينة الجامعية للجزائر، هناك المعهد المتخصص وهو معهد التربية البدنية لجامعة الجزائر 3. قمنا بإبرام اتفاقيات شراكة مع الجامعات، جامعة الجزائر 1 وجامعة الجزائر 2، وهو مساعدتهم للتكفل ومرافقة الطلبة للحد من مثل هذه السلوكيات من خلال يعني التنشيط الرياضي، الندوات العلمية، الأيام الدراسية، الأيام التحسيسية. وبذلك نعمل كأسرة واحدة للحد من هذه الممارسات وإعطاء يعني فضاء سليم، فضاء صحي للطالب الجزائري. طيب ما مدى أهمية أيضا هذه المواعيد فيما يتعلق بالبطولة الوطنية الجامعية في اكتشاف أيضا مواهب رياضية يمكن توجيهها اليوم نحو الرياضة النخبوية وتستفيد منها الجزائر اليوم لتمثيلها في مختلف المحافل الرياضية العالمية؟
أكيد يعني السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لا يقتصر باستراتيجية في توسيع الممارسة أو الحد من تلك السلوكيات، وهو الذهاب إلى إحراز الميداليات في القارات، يعني سواء البطولات الوطنية أو القارية أو حتى الدولية. ومن هذه يعني خلال هذه المنافسات نعمل أولا على تأطير الطلبة الرياضيين ومساعدتهم على مزاولة الدراسة وكذلك التألق في مختلف يعني المنافسات الرياضية من خلال مواصلتهم الممارسة الرياضية على مستوى نواديهم المتعددة، وكذلك البحث عن يعني المواهب الشابة واكتشافها وتحويلها إلى النوادي، سواء كانت الجامعية المستحدثة حديثا أو النوادي الرياضية التابعة لقطاع وزارة الرياضية، ومساعدتهم للتألق وحصولهم على الميداليات. وزير التعليم العالي لو نلاحظ أنه في كل سنة وفي كل يعني بطولة عالمية يكتشف الطلبة الرياضيين ويعمل على تشجيعهم من خلال تقديم لهم يعني الدعم الكامل ومرافقتهم وحتى تكريمهم على يعني أدائهم البطولي ويعني قدرتهم على التوافق ما بين الدراسة الأكاديمية والممارسة الرياضية في المستوى العالي. طيب كيف يمكن العمل في المرحلة القادمة لتطوير البطولة الوطنية الجامعية حتى تكون أكثر احترافيا وأكثر تنظيما؟ ما هي النقاط التي يجب العمل عليها أكثر في المرحلة القادمة؟ كأول نقطة وهو تفعيل الاتحادية الرياضية للرياضة الجامعية. الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية له دور كبير في تأطير ويعني تنظيم المنافسة الرياضية. السنة الماضية قمنا بتوحيد البرامج يعني الرياضية طيلة السنة. الاتحادية تتكفل ببعض الرياضات يعني المتخصصة، ومديرية الحياة الطلابية لوزارة التعليم العالي مساعدة تلك الاتحادية من خلال يعني تنظيم وتأطير بعض الرياضات الأخرى، من بينها يعني كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، وكرة الطائرة. على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا يخفى على الجميع أنه عدد كبير من الطلبة وعدد كبير من التخصصات التي يرغب بها الطالب. نحن نعمل على استحداث الرياضات التي كانت أصلا غير موجودة واستحداثها هذه السنة، وهذا ما سوف يقف عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي من خلال يعني انطلاق البطولة الوطنية للرياضة الجامعية في المدينة الجامعية لولاية باتنا هذه السنة، وكذلك العمل على اكتشاف نمط جديد من الممارسة لجعل الطالب يقوم بالممارسة الرياضية طيلة السنة الجامعية. الذي يتحدث عن الرياضة يعرف أن الممارسة الرياضية أو تطوير المنافسة الرياضية بمفهومها التنافسي وهو اعتماد نمط استمرارية الممارسة واعتماد حصص تدريبية طيلة السنة الجامعية. وهذا ما نعمل من خلال الجمعيات الرياضية المستحدثة حديثا في مختلف المؤسسات الجامعية، وهو حثها على برمجة الرياضات وفتح يعني المرافق الرياضية الموجودة للقيام بالتدريبات طيلة الأسبوع والمشاركة في مختلف الرابطات المحلية التابعة لوزارة الرياضة، وكذلك المشاركة في البطولات المنظمة من طرف مديرية الحياة الطلابية أو الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية. وأيضا من المهم أيضا مشاركة مختلف هذه الفرق الرياضية الجامعية أيضا في مواعيد ربما دولية فيما يتعلق بالرياضة الجامعية. ما مدى أهمية أيضا الاحتكاك مع مختلف الجامعات الأخرى حتى يتم الاستفادة من تجربة الدول الأجنبية في هذا المجال أو الرائدة في هذا المجال فيما يتعلق بالرياضة الجامعية؟ أكيد لو نتكلم عن الرياضة التنافسية فلا يجب اقتصار الممارسة داخل المؤسسات الجامعية فقط. الرياضة التنافسية تستلزم علينا جميعا هو يعني مشاركة في البطولات الإفريقية والبطولات العالمية وحصد الميداليات وتشريف الراية الجزائرية. وهذا دور الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية، هي التي تتكفل بالفرق الوطنية في مختلف التخصصات، وهناك يعني أسلوب للتنظيم والممارسة من خلال
هناك فرق وطنية، هناك مديرين فرق وطنية، هناك مدربين فرق وطنية، وهناك الفريق الوطني الذي يستلزم علينا يعني توفير تلك الفرق وإعطائها يعني التجهيزات والمرافق التي يمكن من خلالها المشاركة في مختلف البطولات الدولية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعطى يعني أهمية كبيرة لإلزامية الذهاب الآن إلى المشاركة الدولية، سواء كانت في البطولات الإفريقية في مختلف التخصصات أو البطولات العالمية، لأنه عندنا الإمكانيات الكبيرة وعندنا طلبة رياضيين من المستوى العالي يمكنهم إحضار الميداليات وتشريف الرياضة في مختلف المحافل الدولية، وبذلك إعطاء يعني السفير الجزائري في تلك البطولات ولا يقتصر كما قلت وهو الممارسة داخل مؤسسة الجامعات. سوف نعمل هذه السنة على إشراك جميع الفاعلين للمشاركة إن شاء الله في مختلف المحافل الدولية. على ضوء ما تقدمت به يا سيدي يوسفي، إلى أي مدى برأيك ساهمت اليوم الرياضة الجامعية والتربية البدنية الجامعية بشكل هام في تحسين تصنيف الجامعات الجزائرية التي دوليا التي تعتمد على مجموعة من المؤشرات، وهناك بعض المؤشرات التي تعتمد على الجانب الرياضي، الجانب البدني، الجانب السلوكي أيضا؟ أكيد يعني تصنيف الجامعات له عدة معايير، المعايير العلمية، الثقافية، وحتى الرياضية. يعني عدد الممارسين المنخرطين يأتي ضمن المعايير التي من خلالها يمكن تصنيف وتحسين تصنيف الجامعات الجزائرية. هذه السنة كما قلت سابقا وهو رفع عدد الممارسين من 4% إلى 17%، وهذه السنة إن شاء الله نرفع تحدي آخر جميعا كأسرة جامعية لتوظيف جميع الطلبة وجميع الأساتذة والمساهمة في تحسين التصنيف الجامعة الجزائرية، كذلك يعني تحسين نوعية الأعمال أو الأبحاث في الميدان الرياضي، والذهاب إلى نشر مقالات مستحدثة تتماشى مع الإشكاليات الحديثة، وجعل الطالب الباحث والأستاذ الباحث في لب تصنيف الجامعة الجزائرية من خلال يعني مقالاته، من خلال أبحاثه، من خلال يعني كل ما يقدمه داخل مؤسسات الجامعة. نتمنى دائما التألق للرياضة الجامعية والرياضة عموما. شكرا جزيلا لك السيد فتحي يوسفي على مساهمتك معنا في برنامج الظهيرة. السيد فتحي يوسفي مدير المعهد الوطني لتربية البدنية جامعة الجزائر 3، شكرا لك. شكرا لك. شكرا مشاهدينا.